أنت مع يعني تمِّش عرضك على الدكاترة؟ ليه؟ إمم. واسيب إن أنا أقعد، الحمد لله راضي، ما عنديش مشكلة. الجمهور اللي باقابله في الشارع واللي متابعه باشكرهم، ودول أقل حاجة، يعني أنا عايز أرجع دلوقتي قبل بُكرة عشان أشكر الناس دي. أنا ما كانش موجود حاجة صورة الكابتن عليها طلاسم، وعروسة عليها صورته بطلاسم برضه، وأوراق عليها طلاسمات وعليها سحر كده. كلام مش مفهوم وفيه أرقام ورموز، والله هم مش عارف إيه، شلل فراق مش عارف إيه، حاجات كده يعني، حاجات بتقري وحاجات لأ، أو أرقام وحروف كده بس. طب تحس إن هو مدفون من إمتى، من قد إيه، من وقت طويل لا والّا بقاله قريب؟ زمان، بقاله زمان. آه، افهم برضه. تمام. أنت إيه اللي خلّاك تحفر في المكان ده؟ أمي عمالة بقى لها أسبوع عمالة، والنبي يا ابني خالك ازرع له صبارة عشان خاطري والنبي، أنا بحلم بيك كل يوم. أنا رحت أنا بزرع صبارة بالصدفة كده يعني. إمم. بزرع الصبارة اتفاجئنا بالقرف ده. محطوط جوّه بس كيس كده؟ كيس 3 أكياس مش كيس واحد، تمام. ومربوط حلو ومقفول. أنا فتحته الحمد لله، بس أنا والقرا عليا برضه لأن أنا تعبت بقى. تعبت، إيه اللي حصل لك بقى لمّا شُفت أنت الحاجات دي؟ أنا تعبت، لأن حد كده كأن قسمك اتنين كأن حد شقك اتنين كده من وسطك كده، والحمد لله برضه رقت الحمد لله بعد ما الشيخ كان معايا. واسيب إن أنا أقعد، الحمد لله راضي، ما عنديش مشكلة. طب طول الفترة دي كنت بتعمل إيه؟ قاعد مع مراتي وابني ووالدتي ووالدي. اتكلم بجد، آه والله، قاعد في البيت، قاعد في البيت. ما بتتمرّنش، لأ ما باتمرنش. ما تروحش لأ النادي؟ باخرج وبتاع، باروح النادي بس مش كل يوم يعني. من 4 سنين تقريبا وفجأة من غير أي مقدمات، مؤمن زكريا اتحول من إنسان طبيعي جدا لشخص المرض نهش جسمه، وده كان من غير سبب، وفجأة حصل له مرض اسمه ضمور في خلايا المخ، ودي بتخلي الإنسان شبه عاجز شلل وحركة وكلام وما بيقدرش ينطق، وبيفضل كده لحد ما بيموت. والنهاردة بيقال إن في أحد المقابر لقوا سحر المؤمن بالمرض والانتكاس والموت، وناس كتير أكدت الخبر ده. فليه إنسان يعمل كده في إنسان زيه مهما حصل؟ ليه أشوف إنسان بيموت كل يوم قدام عيني وأنا أقدر أغمض عيني وأنام عادي على سريري؟ ليه إنسان ينتكس وحياته وبيته يتدمروا وأنا أفضل طبيعي وعايش عادي؟ ليه في بني آدمين بالشكل ده؟ كل يوم البني آدم بيثبت إن هو قد إيه وحش، وإن أسوأ كائن حي على وجه الأرض هو الإنسان. وألف ليه وليه.